الإمارات على شاشة المصرية برعاية منى المنصوري، مهندسة بترول والآن مهندسة أزياء. عشقي وحبي للأزياء وصلني إلى كل هذه الجوائز العالمية. منى منصوري، أهلا مساء النور، أهلين. وقد إيه منى منصوري بتحب مصر جدا، عشان كده النهارده احنا جينا لها لغاية الإمارات علشان نتعرف معاها على مشوار حياتها من مهندسة بترول لغاية مصممة الأزياء. قبل ما نبدأ كلامنا عن كل التطورات اللي حصلت في حياتك من مهندسة بترول لغاية ما وصلنا للتصميمات، أنا بس عايزة أهم حاجة أحييكي على العباية الإماراتية. كل ما بشوفك بلاقيكي لابسة العباية الإماراتية، دايما بتحبي تبقي محتفظة بيها. لا، هي جزء من هوية الإنسان، والإنسان مثل ما يقولون عنوانه من شكله، فكوني إماراتية وكوني أنا محتشمة ومحجبة، فما أحب حتى لما أسافر دول أوروبا ما احب اغيرها، يعني احب محتفظه. على طول بتبقي لابسه العبايه؟ شوفي، دايما لبستها بس بدخل فيها تاتش بسيط، يعني مثل امبريدري، طريقه الاورجانزا الايطالي، بدخل فيها تاتش لكن بظل محافظه على الاساس مالها. طيب نحن قبل ما نبدا، شو رايك ان انتم وصلتوا لين عندي في الامارات، شو رايك ان لبست شيء اماراتي، عبايه شيء طريقه؟ تمام، نشوف شكلك كيف راح يطلع عليها، وبعدين انت شكلك يعني طالع خليجي شويه، فشو رايك؟ يس طيب خلاص تعالي. اوكي يلا نروح. اوكي. ايه رايك؟ الله يجنن. لا 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 اتغير، شوفي شكلك كومبليتلي. لا 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 الصراحه فاجأتيني. مصر الإمارات على شاشة المصرية برعاية هذا الزي الاماراتي. شوفي جينا من ابو ظبي لين دبي عشان نلبسك الزي الاماراتي. اسمه ايه؟ الثوب الميزع او الثوب المجزع، بس نحن نقول الميزع لان في اكثر من لون مجزع، يعني في تقطيعات، من هنا جاءت التسميه. طبعا هو من التراديشنال، حتى الاقمشه هذا يسمونه ابو تيله، يعني هاي قطعه يسمونها اي شيء فيه دويره، هاي الدواوير يسمونه ابو تيله. هذا بوطير، يعني بس ده اساسا في القماش. هو في لا 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 هذا في القماش، ويسمونه القماش ابو تيله لان دويره فيه فيسمونه ابو تيله. ايوه، وابو طير هذا، فهي اقمشه تراثيه انترناشونال. عندنا الفولك، هذا يسمونه الفولك، ده بقى التطريز. التطريز نعم نعم اي نعم. حاطين فيه شويه شورفسكي، طبعا قبل ما كانوا يحطون شورفسكي، بس مع التطور نقدر تتطور عمليه الزي الاماراتي يظل هو زي الاماراتي. نعم، لكن مع الزمن بقى بيحصل فيه تطور، لكن الشكل واحد. لا، هو يظل محافظ على حشمته، محافظ على هويته، لكن التغيير يكون في التطريزات. لكن الخامات هذا لازم يكون عشان يظل محافظ على هويته التراثيه. نعم. شو رايك نحن نقعد ونكمل حديثنا؟ تفضلي. تصميم الازياء اخذتيه هوايه، لكن هل درستي فيه ولا كان بالنسبه لك فن وابداع وموهبه انت حبيتي انك تطوريها في فتره من فترات من حياتك؟ طبعا الهوايه ما تكون كفايه، لو
يعني لو لم دعمت هذا الشيء بالدراسة وبالاطلاع، بالسفر، بحضور أسابيع الموضة، زيارة ورش دور الأزياء الكبيرة، في أسرار كثيرة، وفي مستحيل الإنسان يكون بس بالموهبة أو الهواية، لا طبعا لازم أشوف البترون هذا كيف بينعمل. حتى البترون تحسينه عملية هندسية، يعني تحسي كأنك بتبني بيت، بتاخذي القياسات بتنزلينها على البترون بكذا، كل شيء. لكن فادتني دراستي في الهندسة كثير. يعني أحيانا يكونوا شغالين في السنة، أقول لهم هذا الجهة هذه مش نفس هاي، يعني بالنظر يقولوا ايه، يقولوا لي لا نفس نقيس يطلع يعني ميبي من السنتي nothing، بس انا شفته. قلت لهم، يقولوا لي زين هذا مش مبين، اقول لهم لا، ما دام انا شفته غيري راح يشوفه. فالدراسة طبعا فادتني في امور كثيرة، يعني في تثقيف الانسان. العلم يساعد في اي شيء، حتى في البزنس. يعني تبين تفتحين بزنس، يجب ان الانسان يكون متعلم او عنده شهادة. يعني عايزاكي تعرفينا بقى الفكره بتجيلك ازاي مع بدايه تصميم الفستان نفسه او العبايه، يعني خطواتها بتمشي معاكي ازاي؟ طبعا احب اوضح بس عشان الناس تستفيد من المقابله. حتى عمليه التصميم يختلف الفكره اذا انا قاعده اسوي كوليكشن لايفنت او كوليكشن لفاشن شو او فاشن ويك. الفاشن ويك الكوليكشن ماله لازم استوحي فكرته من البحر، تكون في تيم، يكون كل الكوليكشن يمشي على تيم واحد. يعني اذا اخذت الورود، كل فساتين السهرة، فساتين الزفاف، كل الكوليكشن راح يكون تيم واحد. خذيت فكرة الفش ستار، هاي اللي هي ستار فش، نجمة البحر، كل الفساتين ناخذ النجوم يكون نعم. لا، فالفاشن ويك انت بتضعي موضة السنة، بتضعين قصة جديدة، فكرة جديدة. حتى في التطريزات، في الشك، لازم نطلع كل مرة بطريقة جديدة. وبتحطي خطوط للموضة اللي هم راح يتبعوكي وراء، يعني صغار المصممين او الكاستمر يحبون يطلعون على اخر الموضة. محلات الريدي تو وير اللي هم في الصين او في تايلاند بياخذوا تبعون المصممين احنا شو بنطلع، وبيعملوهم فساتين اللي هي الريدي تو وير اللي هي بالمصانع يعني. لكن لما تجي لك كاستمر بتصممي لزبونه هيختلف، هي ايش تبغي، هي ايش كذا. عندك لما تكونين في ايفنت، الايفنت يعني مثلا في شركه معينه، في مجموعه بنات، في معرض، يقول لك احنا نبغي هذا ما بتقيد فيه، بترك العنان، ممكن كل قطعه تكون بتتكلم عن مختلفه. فهذا الفرق بين الفاشن ويك كيف يكون التيم، وفرق بين لما يكون عندك ايفنت او حفله بسيطه او معرض، وفرق لما يكون عندك معرض عروس، فرق لما يكون عندك مهرجان بعد يختلف. كل واحد له نعم. لكن انا كمنى المنصوري لو تلاحظين ان الاقمشه اخذ الطول الايطالي او الفرنسي ونبتدي نشتغل عليه. يعني تحصلين التطريز القطعه نحن نشتغلها من A to Z. حتى التلوين احيانا ما نجد الوان معينه محتاجينها، فنحن نلون الاقمشه. يلا نروح مع بعض. يلا. مرحبا يا بنات، كيف حالكم؟ أعرفك عندي على البنات هني، عندنا لطيفة وعندنا خديجة وعندنا نعيمة. أهلا بيكم. عندنا القفطان المغربي، عندنا القفطان أثواب هي مثل التراديشنال، هذا بيميز اللي هو المغربي. الثوب المغربي. ونحن الحين صرنا نمجز مزج ما بين المغربي وبين الإماراتي، بس نحن عندنا في الإمارات الحين صار المغربي القفطان من القفاطين، يعني خلاص صار جزء من عندنا. بس المغرب فيها انواع كثيره. اي طبعا عندنا التقشيطه وعندنا هذا. شوفي هذا مثلا مغربي انا مسويت لنا مطور بطريقه مودرن. اي مودرن. شوفي التطريزات، وبعدين على شكل فستان. عندك هذا شوفي المغربي
مثلا هذا للحين البنات يميلون للبساطه اكثر. لو تشوفين هنا الاماراتيه بيحبوا يلبسوا القفطان ايه طبعا وايد نحن عندنا كثير. شوف وايد يعني كثير وايد. هذا القفطان على مودرن، اوكي، نستخدم السفيفه، ايوه مودرن على شكل فستان لكنه قفطان، وهاي السفيفه والعقم، هاي نسميها العقمه وهذه السفيفه. مصر الإمارات على شاشة المصرية برعاية صوت الشعب، بوابة إلكترونية إخبارية شاملة ننقل الخبر من مصدره دون تزييف أو تحريف. نحقق في القضايا التي تشغل بال كل مواطن. نفتح نوافذ الأمل لكل رأي حر وطني شريف. نواجه المسؤولين في مواقعهم لكشف الحقائق. شعارنا المصداقية، وهدفنا أن نكون نبض الشعب. بوابة صوت الشعب لكل الشعب. رئيس مجلس الإدارة المستشار أحمد حسين البراوي. رئيس التحرير محمد فتحي الشريف. في مركز مجدي يعقوب للقلب كل جنيه بتتبرع بيه مش بس بينقذ قلب طفل، ده بينقذ حياة عيلة. هيدخل من هنا على المشغل على طول هدخل على المشغل. وهذا هنا هو أجمل مكان أنا أقضي فيه الأوقات. تحبي فيه يعني ما أحب أقعد تحت كثير بالريسبشن أو في الاستقبال. أكثر شيء أحبه مملكتي هي هذا المكان. هو شوية راح تحصليه كراودد بس لانها مشغل، يعني هو المطبخ تبع البيت هو هنا. بالظبط. تفضلي تفضلي. هنبدأ بقى ندخل جزء جزء. طبعا هذه الحين هي المكان الأولانية هذه. عندنا الكتر، مصر كتر 2 بتسموه بالمصري الحاكم دار ولا حاجه كده؟ ايه ده؟ اللي بيقص حاكم دار بتسموه؟ لا مش عارفه معنا بصراحه مش عارفه. احنا عندنا نسميه الكتر، الماستر كتر. بيقص اول شيء اللي هي عندنا روديل، وعندنا كورا، وعندنا المساعد ديزاينر عندنا ايميلي. بيقص الباترون ده عايز مهاره. طبعا شوفي كيف كانها عمليه هندسيه، يعني شوفي كيف بينزل شفتي بقى الهندسه؟ هي الهندسه دي الهندسه. عندنا هنا 3 أنواع من الشغل. عندك العروق هذه متسويه بالخرز والكريستال والشورافسكي مع السيلين او ده ملزوق برضه؟ لا هذا كله الحين لا كله بالابره. لا كله بالابره، هذا ما في، هذا بس اللي عندك الكريستال. شوفي عندك هاي الورود هذه بنعملها عندنا هني عندنا بنت متخصصه على الاورجانزا، بنرسم الورود وبعدين بنقصقصها ونحن بنتحكم في الاشكال تبعتها. وهذا تطريز من عند الماكينه، بنطرز وبنقصها ونحطها. يعني هذا عندك 4 أشخاص يشتغلون عشان يطلع المنظر الشكل هذا. نعم. طبعا هذا تطريز بعد بطريقه ثانيه. عندنا تطريز مع شك. الحين يعني هم يشتغلون الشك اللي هم قاعدين يشتغلون، يشكون الخرز والبايات اللي هي الترتر بيسمونها. لكن في نفس الوقت نحن مجهزين البتلات تبعت الفلاور هاي متطرزه على الماكينه، وبعدين نرجع نحطها على النول ونرجع نقصها، وبعدين نرجع نركبها بعد ما نخلص الشك هذا تتركب وتاخذ الشغل. فهي تاخذ مراحل كثيره يعني. ده نفس الشغل ده ولا مختلف؟ مختلف. هني هذا فستان خطوبه. نحن اول شيء بنرسمه على هذا التلج. شوفي هذا البترون تبعه. هذا البترون بنرسمه وبنحدد
بنحدد اللي باللون الاخضر هو اللي راح يكون الذهبي، بنحط الجلوكوزات. بعد ما بنرسمها هنا على التلك بنرجع، تشوفينا استاذه ايمان، بعد ما بنرسمها هني بنرجع نسوي كوبي على هني، شوفي كيف محطوط هني باللون الابيض. هم بيمشوا عليه بقى. بعدين هم يمشون عليه. فهي بتاخذ مرحله. عندنا هنا الخياطين. الخياطين عندنا بس على البروفا اللي هي البطانه الداخليه هي اللي يتم استخدام الماكينه فيها. اما باقي كل شيء شوفي على كله على المانيكان. يعني شوفي فستان العرس هذا كل الاتاكينج تبعه، شوفي الدبابيس كلها بالايد، ما في مجال للماكينه. يعني تصوري هذا الديل كله مع الشغل هذا كله بالايد، يتخيط بالايد. طبعا 3 اشهر 4 اشهر يعني ما في مجال. يعني شوفي المكاين كلها بس للبروفات بس. يعني ناخذ اللي هي تبعت القياس، لكن ما في مجال. شوفي هناك يعني ممكن كيف تشوفين هناك كيف يخيط بالايد كله، شوفي بالايد. هناك الخياط قاعد بعد فستان عرس ثاني كمان قاعد يسويه بالايد. احنا هذه عندنا اخر مرحله مثل ما تشوفين، في عندنا كل شيء بالايد. يعني حتى الشغل هني شوفي كله بالايد، ما في عندنا. الحاجه الوحيده اللي نحن بنسويها على الماكينه هي البطانه بس، لكن كله بعد كده هاند كله بيكون بالايد، كله ما في عندنا شيء. عندنا هنا شوف الفينيشنج، عندنا الكريستال اللي هو الشورافسكي، في نوع معين اللي هو الصغير جدا، هذا ليه الجلو ماله الخاص. هذا ما بيكون ليه قاعده حديد، ما بيتخيط، فليه طريقه تكنيك معين. نعم طريقه معينه لازم ينحط بطريقه معينه، دقيق جدا. لو شوفي حبه الكريستال كيف بتنمسك بالابره. عايزه اسالك على حاجه مهمه قوي. انت عملتي مهرجان، والمهرجان ده اخترتي فيه مصر واخترتي فيه الاقصر تحديدا. انت يعني شوفي مصر هي قلب النابض والشريان النابض الامه العربيه والوطن العربي. انا يعني سويت مهرجان اسمه مهرجان نفرتيتي في الاقصر، وهذا المهرجان اخذ ضجه عالميه وتم تغطيته من جميع وكالات الانباء. كان لي اكثر من هدف. الهدف الاول كان هو تشجيع السياحه، والكل كان يقول منى يعني انت بتشجعين السياحه بالازياء. المفهوم الازياء في مصر بعد ما اخذ الطابع اللي احنا نبغيه. انا لما سويت سيرج في الحضاره الفرعونيه وجدت او لفت انتباهي البليسيه والكسرات هذه. فقلت من اصول فرعونيه، يعني تصوري من 7000 سنه هم عاملينه، ونحن فرحانين فيه من عام 2000 او 1900 لسه. يعني انه يعني بدينا نستخدمه بماكينه بعد بنسويه. فقلت المصريين الفراعنه كيف سووا هذا البليسيه ونحن قاعدين نسويه از فاشن ناو. فطلعت فكره ان نحن نسوي مهرجان للموضه بالثقافه الفرعونيه. فجبت مصممين، كل التصميمات كانت جبت مصممين من فرنسا، من ايطاليا، من رومانيا، من امريكا. كنا 11 مصمم. كل مصمم اعطيته ان نحن راح نشتغل على الازياء الفرعونيه. كل مصمم يسوي الازياء بروحه هو. يعني الفرنسي سوى الازياء الفرعونيه بوحي خياله. عندنا الكونسبت والكل اشتغل عليه، بس الاساس هو الاساس الفرعوني. فكل واحد سوى الهوت كوتور مودر بس الازياء فرعونيه. عشان كده اخترتي الاقصر. نعم، الاقصر ليها هي فيها ثلثين اثار العالم، ومدينه ساحره. وبعدين كانت سياحيا الفتره اللي نحن سوينا فيها المهرجان كانت فعلا محتاجه دعم. ما تتصورين يعني حجم النجاح. انا قولي لي رد الفعل كان عامل ازاي؟ شوفي اول شيء اشكر المحافظ محمد بدر لانه كرمني وقال لي انت اول وحده تاخذ درع المحافظه. ليش؟ لانه هو كانت تجي له تقارير يوميه. الحناطير اشتغلت، المطاعم اشتغلت، في حركه، المراكب اشتغلت، الفنادق اشتغلت. تحسين صارت في حياه. في نحن كنا حوالي 520 شخص،
وكلهم فنانين، وزراء، رجال اعمال، يعني ومن كل دول العالم. بس كمان انت اخترتي انك يعني تجيبي مصممين International. من كل انحاء العالم، وحتى الاعلام اجنبي. الصحف الفرنسيه كتبت المراه الحديديه، لقبت بالمراه الحديديه تقتحم تقهر الارهاب بالقوى الناعمه. لان المكان كان فيه فعلا تحدي، يعني حتى للمحافظ نفسه انا فعلا اشكره، لان كيف مكان مفتوح، احنا سويناه داخل المعبد، مكان كله مفتوح، وراح ازودكم بهذه اللقطات تشوفوها او تعرضونها للجمهور عشان يحسون. بتشوفي العالم كله قاعد، المحافظ، رئيس هيئة تنشيط السياحة السابق سامي محمود، الوزيرة ميرفت التلاوي، كل الفنانين والنجوم من الصف الأول المصريين، أوجه لهم تحية وأخص بوسي شلبي والهام شاهين. تعرفي كلهم كانوا، وفاء عامر، كلهم كانوا موجودين. الكل قاعد بأريحية، ما حد خايف إن تجي له قنبلة من مكان أو كذا. أنا أثبت للعالم، خاصة إني جبت ملكات جمال السياحة أوروبية اسمها لينكا، ملكة جمال السياحة الأوروبية، فازت 2 ورا بعض. تصوري هاي اللي عندها 2 مليون فولورز، لما تحط صورتها اللي يقول لك مصر غير آمنة، مصر غير آمنة. أنا استطعت بالموضة إني أثبت إن مصر آمنة، بل اختيرت الأقصر بعدها بشهرين، اختيرت المدينة السياحية للعالم لهذا العام. فيعني أنا أعتقد أن الموضة، أسابيع الموضة، نستطيع أن نحن يكون لنا هدف نبيل، مش اللي هو هوت كوتور وفساتين سهرة وأجساد عارية وما أدري إيش. لا، جميل أن نحن نطور. وإحنا الحين عندنا مهرجان، طبعا يحيى راشد وزير السياحة أشكره، لأن نجاح نفرتيتي اسميه ايه بقى المهرجان الثاني؟ نجاح نفرتيتي وضعوه على خارطة السياحة وحطوا لنا اياه على الاجنده السنويه. فنفرتيتي راح يكون سنوي. نعم. وانا اوجه الشكر لوزير السياحه يحيى راشد، لان عقليته فعلا يعني قدرت، يعني وصل لنتيجه، يعني عرف النتيجه هذه. نحن الحين عندنا مهرجان ثاني يكون فين؟ مهرجان السياحة والموضة في شرم الشيخ. هاي. نعم، وهذا راح نسوي فيه ورشة عمل، راح أجيب شركات سياحة من عدة دول أوروبية، راح نناقش معوقات السياحة، راح نطلع بتوصيات وبورقة عمل. وبعدين عندنا 22 مصمم من مختلف دول العالم، راح يكون في مفاجآت ما راح أحرقها، علشان نستنى كل الشعب المصري انه يحجز ويجي لشرم الشيخ حتى ان يرى الابداعات وفن الموضه بالطريقه الصحيحه العالميه. حلوه وكلمتين حلوه يا بلدي، غلوه حلوه وغلوتين حلوه يا بلدي. مصر وشعب مصر لهذا الدعم. مصر الإمارات على شاشة المصرية برعاية
الشعب، بوابة إلكترونية إخبارية شاملة ننقل الخبر من مصدره دون تزييف أو تحريف. نحقق في القضايا التي تشغل بال كل مواطن. نفتح نوافذ الأمل لكل رأي حر وطني شريف. نواجه المسؤولين في مواقعهم لكشف الحقائق. شعارنا المصداقية، وهدفنا أن نكون نبض الشعب. بوابة صوت الشعب لكل الشعب. رئيس مجلس الإدارة المستشار أحمد حسين البراوي. رئيس التحرير محمد فتحي الشريف. ارسم قلبه ضحك على الشبابيك، مفتاح باب الدنيا قصادك الجديد. افرح غني اسمع مني، جمد قلبك النور مخلوق لعينيك. في مركز مجدي يعقوب للقلب كل جنيه بتتبرع بيه مش بس بينقذ قلب طفل، ده بينقذ حياة عيلة. انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ احنا معروفين في الامارات نميل للزمالك صراحه، ما اعرف ليش. عشان الكندوره، لون الكندوره بس. لون الكندوره. انا اهلاوي ولا زملكاوي؟ انتوا الاثنين والله. وهذا التيشيرت انا قلت لك التيشيرت جميل والله يا كابتن التيشيرت هذا عطى انطباع غريب، يعني انا لما شفته كنت نازل بالاسانسير وشفت التيشيرت هذا قلت برافو على الولد هذا، برافو عليه فعلا اهلي وزمالك. من اقوى العلاقات الحقيقه اللي يمكن لمسناها كلنا واحنا عشنا معاكم هنا مجموعه من الايام في الامارات. حبيبتي انتوا تشرفونا، انتوا في بلدكم بين اهلكم بين اخوانكم. ما تتصورين فعلا اسم البرنامج كيف خلاني في ضمن. انا الحين عندي عده عروض ازياء وعندي شغل. اهني صاحب الفكره حقيقه، واشكركم لتعنيكم ولحضوركم، وان شاء الله نشوفكم على خير. شكرا. تحية مصر. مصر الإمارات على شاشة المصرية برعاية